كان بيعمل ايه قبل الخلق؟ سؤال في غاية الأهمية. الله العلاقات عنده أهم من العمل، وأرجوك الأمر ده فكر فيه كويس. يهتم بالعلاقة أكثر من العمل. عشان كده ما عملش الخلاص على مبدأ الأعمال، لكن عمله على أساس العلاقة معه. كلمة الإيمان يا حبايب كلمة مهمة قوي، بنترجمها ترجمات مختلفة. ترجم الإيمان على أنه التصديق في غياب الدليل، ودي ترجمة ظالمة جدا، ولا يوجد في الكتاب المقدس ما يؤكد هذا الفكر إطلاقا إطلاقا. ممكن نناقش عبرين 11 واحد ونقول كلام كتير، لكن لا يوجد في الكتاب أن الإيمان هو أن تصدق في غياب الدليل. ده اللي بيقوله ريتشارد دوكنز كتعريف للإيمان. لكن ده حرام، يلبسنا تهمة، يعني يعرف لنا الإيمان ويبدأ يهاجمه. لو أنت عايز تهاجم الإيمان الأول اسألنا إحنا عن تعريف، قول لنا أنتم بتعرفوا الإيمان إزاي، وبعد ما أقول لك تعريف للإيمان أنت ابدأ اهدم أو ناقش فيه. لكن هو حط تعريف للإيمان وابتدى يهاجمه، ودي فلسي، دي مغالطة منطقية. الكلمة اللي بتترجم إيمان جات من اللغة السنسكريتية القديمة وتعني الرابطة أو الارتباط. ما أقول أنا أؤمن بالله يعني أنا مرتبط بالله، أنا في علاقة مع الله. عشان كده بقول تاني، الله عنده العلاقات أهم من الأعمال، والحقيقة هو كائن في علاقة من الأزل مع ذاته، مش كائن في عمل من أجل ذاته. وده اللي بيخلينا نشوف روعة اللاهوت المسيحي وهو بيقدم لنا الله الثالوث، الله اللي بحب أسميه الإله المتأقنم أزلاً. الله قائم فيه أقانيم من الأزل وإلى الأبد، في علاقة عميقة جدا مع ذاته. فالله في طبيعته واحد، في أقانيمه ثلاثة، والأقانيم الثلاثة في علاقة عميقة من الأزل وإلى الأبد. فكان بيعمل إيه؟ في علاقة. تقول يعني إيه علاقة؟ أقول لك العلاقة عند الله أهم من العمل، حتى أن خلاصنا الآن ليس عن طريق أعمال، لكن عن طريق علاقة حقيقية معه. الخطية اللي بنتحاسب عليها ويبقى في نار، ليه أهلك لو ما قبلتوش؟ إيه المبرر؟ الحقيقة سؤالك يعني في منطق، في وجهة نظر، وفي حتت مش منطقية. الحتت اللي مش منطقية اسمح لي أبدأ بيها، وبعدين أخذ الحتة اللي فيها فعلا منطق، واللي فيها منطق أنا هعرض المنطق وهقول لك ردي عليه. الحتت اللي مش منطقية ليه نتحاسب؟ إحنا كان زمان كأطباء نفسيين عندنا حق قانوني إن إحنا ندي شهادة لحد إنه ما يتحاسبش. كم واحد فيكم يحب أديله الشهادة دي؟ قيمتك في إنك بتتحاسب، كرامتك في إنك بتتحاسب، كرامتك إنك كائن مسؤول عن أفعالك. وأنا لو سحبت منك مسؤوليتك عن أفعالك أنا بضيع منك إنسانيتك وكرامتك واحترامك. مفروض إن الشخص المحترم يحب إنه يكون مسؤول عن الأفعال. فما ينفعش تقول ليه نتحاسب، صحش عيب على فكرة، دي إهانة لنفسك. إحنا لازم نتحاسب لأن إحنا ناس محترمين، فالمفروض إنه لما بعمل حاجة أنا مسؤول عنها. فعلى المستوى الإنساني والأخلاقي لازم نتحاسب. الجانب الثاني، الأفعال لها نتائج والأفكار لها نتائج، ولابد أن الشخص يتحمل مسؤولية ونتائج ما يفعل وما يفكر فيه. ففي جزء كبير قوي من العذاب والألم مش عقاب لكن نتائج. يعني أنا لو ما احترمتش قانون الجاذبية ونطيت من فوق هنزل أتكسر، مش كده؟ مين عاقبني هنا؟ محدش عاقبني، مفيش عقاب في القضية. التكسير اللي أنا اتكسرته ده مش عقاب لكن ده نتيجة. أنا ما احترمتش قوانين المرور، رحت ماشي والإشارة حمراء فخبطت في العربية فموتت واحد وأنا اتكسرت وعربيتي باظت. جه البوليس وقبض عليا وعمل عليا سجن. السجن عقوبة، خسرت العربية وخسرت صحتي، ده مش عقاب لكن نتائج. ربنا لما عمل الكون عملوش بس بقوانين طبيعية لكن عملوا بقوانين أخلاقية. لما نكسر القوانين الأخلاقية في حساب، ودي خلصتها في النقطة الأولى لأن احنا ناس محترمين لازم نتحاسب، لكن كمان كسر القوانين الأخلاقية ليه؟ نتائج. ولابد أن نظل نعاني نتائج أفعالنا. الذي يزرعه الإنسان هي يحصد أيضا. ليه أهلك لو ما قبلتوش؟ إيه المبرر؟ ما هو تعريفك للهلاك؟ الهلاك ليس شيء ستذهب إليه، لكن الهلاك شيء تعيشه من الآن. عندما خلص الرب زكا رئيس العشارين، كتاب يقول لأن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فالرب يسوع دخل بيت زكا فالناس انتقدوه، فهو طالع قال كلمة جميلة، قال ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص مش من سيهلك ما قد هلك. يعني الراجل ده كان هالك. دي نقطة في غاية الأهمية. ما هو الهلاك؟ أقدر أقول الهلاك هو، تخيل معايا النجوم جميلة قوي. نجم زي الشمس ده تخيلوا لو مش موجود مفيش حياة، مظبوط؟ تخيلوا لو الشمس اتطفت، حد طفى الشمس، اللي يجرى موت، خلاص نهاية. تعرف الشمس بتعمل ايه؟ تحرق في روحها كل ثانية 650 مليون طن
قنابل هيدروجينية بتنفجر في الشمس، ودي من كتلة الشمس. ما هي الشمس عبارة عن مجموعة من الغازات، فبتفجر من روحها 650 مليون طن كل ثانية علشان تبعت نار براها لمسافة 238 ألف ميل. تفضل نار طلع منها، وبعد النار تبدأ اللهب، وبعد اللهب يوصل لنا الضوء اللي احنا عايشين بيه. تخيل ان الشمس قالت ايه ده؟ انا عمال احرق في روحي عشان خاطر الناس دول تحتي، انا مالي ومالهم، ما ان شاء الله معاشوا ما يموتوا. وانكفأت على نفسها، هتتحول، بيقولوا بقى بدل الاكسبلوجن يحصل حاجه اسمها امبلوجن، يعني تنكفئ على نفسها وتصبح ثقب اسود كبير، جاذبه تجذب اليها اشياء وتدمرها في داخلها. وده موت النجوم، هكذا تموت النجوم. انا شايف ان زكا كان ميت، لانه كل اللي بيعمله انه منكفئ على ذاته وعمال يعمل ايه؟ يلهط ويلهف وياخد، كل ما يحط ايده على حاجه عايز ياخدها، يدخل بيت. اهو ده الخاطي. عشان كده الخاطي هالك، لانه بيعيش من اجل الهلاك. هو ان تنكفئ على ذاتك وتعيش من اجل ذاتك. وفي النهايه C.S. لويس قال العباره الجميله دي: سينقسم البشر الى قسمين، قسم قالوا لله لتكن مشيئتك، وقسم سيقول الله لهم لتكن مشيئتكم. قررتوا أن تعيشوا من أجل ذواتكم، قررتم أن تنكفئوا على ذاتكم، رفضتم الخروج والدخول في علاقة معي لكي أحييكم، لتكن مشيئتكم، روحوا في هلاككم. فالحقيقة الهلاك ليس عقاب، لكنه اختيار الإنسان. يرفض الوجود ويختار العدم، يرفض أن يكون خارج عن ذاته، يعطي بالحب للآخرين، وإصرار على أنه يكون بيعيش من أجل ذاته. ما الجحيم الأبدي إلا حالة هلاك مستمر بس بلا رجاء. فالفارق بين الواقع الآن والجحيم هو أن الهلاك الآن يوجد فيه رجاء أن الشخص يخلص منه، لكن في الجحيم زي ما قال واحد دانتي في القصة الشهيرة بتاعت الكوميديا الإلهية: أيها الداخلون إلى هنا اقطعوا الرجاء، لا يوجد رجاء. الحتة المنطقية بقى هي أنه ما كانش يخلق من الأصل، طالما أنه عارف أنه في ناس هتهلك ومش هتقبله، فما كانش من الأصل يخلق. دي حتة منطقية، بس منطقية أنانية شوية. أنانية لأنها تعبر بعدل عن حق الهالكين، لكن لا تعبر بعدل عن حق الله وعن حقوقنا نحن المؤمنين. يا أخي احنا مبسوطين قوي إن احنا اتخلقنا بصراحة. زي واحد بالظبط بيقول لك في مدرسة في الحي عندنا، مدرسة محترمة جدا، بس كل سنة النتيجة 50%، بلاش 30%، ففي 70% ساقطين و30% ناجحين. فحرصا على مشاعر الساقطين نقفل المدرسة، مفيش داعي للتعليم، مفيش داعي للمدرسة. صح، هو ده يعني في حرص على حق الساقطين، بس انت برضو جرت على حق 30%، لكن كمان جرت على حق الشخص اللي أبدع فكرة المدرسة. السؤال: هل معقول تكون حرية المخلوق على حساب حرية الخالق؟ يعني أقول لربنا مش من حقك تحلم إن يكون ليك أولاد علشان خاطر في ناس مش هيقبلوك؟ صعبة شوية. أنا عارف إن في وجهة نظر هنا، في منطق فعلا، أنا ما عنديش إجابة شافية ليه، حاسس بالمأساة، بس يا أخي من الناحية التانية طب ما إحنا برضو عندنا حق. إحنا مستمتعين إن إحنا اتخلقنا وشاكرين ربنا جدا إنه خلقنا، وربنا كمان مستمتع جدا إنه هو خلق، والحقيقة عامل كل اللي ممكن يتعمل علشان الناس ما تسقطش، بس هو مصر على إنه يسقط، مصر على إنه يسقط. سهل له السكة جدا جدا جدا، سهلها له بشكل رهيب، فتح له كل الأبواب، عمال يصرخ وينادي، بيديله فرصة مش سنة ولا 10 ولا 20 ولا 30. هو مصر ما يقبلش الحل، وبعد كده يقول له ليه عملت المشروع من أصل؟ أعتقد يعني مش عادل.